السلام عليكم. خناقة شوارع بين شيكابالا وزيزو بعد هزيمة الزمالك من الترجي التونسي بثنائية. شاهد ماذا حدث، ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد هزيمة الزمالك بثنائية من الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، ليتصدر الترجي التونسي مجموعته ب9 نقاط، بينما الزمالك ما زال حصالة مجموعته بنقطة واحدة. فقد أكدت الإذاعة التونسية منذ قليل أن كابتن الزمالك شيكابالا اشتبك داخل غرف خلع الملابس مع زميله أحمد سيد زيزو، وتلفظوا بألفاظ لا بأس بها، كما اشتبكوا بالأيدي. وأكد المصدر أن أحمد سيد زيزو قال لشيكابالا: أنت السبب في هزيمة الزمالك، لأنك لم تفعل شيئا، والأحسن ليك إنك تعتزل لأنك أصبحت عالة على الفريق. بينما قال له شيكابالا: وانت مالك، انا هنا القائد وانا هنا الحاكم والناهي في الزمالك، ومفيش كبير في الزمالك غيري. واكدت الاذاعه التونسيه ان بعض لاعبي الزمالك اصابهم بكاء شديد بعد هذه الهزيمه، ومنهم الحارس محمد عواد لانه اصيب بعد هذه الهزيمه، وخاصه ان امل الزمالك يتضاءل كثيرا بعد هذه الهزيمه. وفي النهايه لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصل لكم جديدنا.